السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني والله من الفيديو اللي فات. رجعت لكم النهارده ان شاء الله رب العالمين بفيديو جميل جدا. هنعمل حاجة حلوة كده في الجو بدأ يبرد بقى شوية، فهنعمل حاجة حلوة جميلة كده. هنعمل ايه؟ بطاطا بالبشاميل بالمانجا. يعني ايه؟ هو اختراع، يعتبر اختراع، لان انا هي البطاطا عموما انا عملته معاكم قبل كده في القناة بطاطا بالبشاميل. دلوقتي في وصفات بتعمل بطاطا بالمانجا. احنا بقى هنجمع بالاتنين عشان نبقى احنا ايه متميزون. هي حاجه جديده جميله، وانا بصراحه يعني انت ممكن تشيلي حاجه تحطي حاجه في الحاجات الحلوه دي براحتك خالص، انت بقى ايه حرة نفسك. فانا ايه قاعده مع نفسي كده قلت ايه، طب ما اجرب البطاطا بالبشاميل عادي، انا بعملها عادي. اول مره اعملها بالمانجا، فانا عايزه اخليها بالمانجا بس احط لها صوص البشاميل بحيث تبقى كريمي. لما تبقى بطاطا وعليها الوش المانجا، هي البطاطا صفرا وعليها وش المانجا اصفر، بتبقى جميله جدا. هتحطي عليها بقى ايه البشاميل، هيديها طبقه كريميه تانية مختلفه، اكنك حاطه كريمه عليها او حاجه جميله. فدي بقى اللي هتبقى اختراع وهتبقى حاجه جميله جدا. ازاي الكلام ده بقى؟ ازاي الكلام ده؟ هو هنشوف مع بعض. انا ايه قبل ما ابدا معاكم الفيديو عملت ايه حاجه حلوه، يعني سهلت على الدنيا. جبت بطاطا وقشرتها. طبعا البطاطا بقى ايه بدات متواجده في السوق بقى من اول الشتاء، البطاطا بتكتر. عملتها حلقات زي ما انت ايه بتكوني بتعملي حلقات البطاطس، يعني بتعملي صينيه بطاطس. كان ما شاء الله بطاطا كبيره. جبت حوالي كيلو ونص بطاطا، او يعني ممكن يبقى اكتر شويه لان انا كنت جايبه كميه فخدت منها ايه جزء، ما خدتهاش كلها. ورحت مقطعاها شرايح كده زي ما حضراتكم شايفين. هعمل ايه بيها؟ هحط الشرايح دي في الصينيه هنا حلقات كده من غير ما اهرسها، لان انا مش عايزاها مهروسه ومكتومه كده في قلب بعضها، بحيث لما احط لها طبقه البشاميل او المانجا، البشاميل والصوص اللي انا هعمله ده يدخل بين الحلقات كده، هتبقى زي الطاجن كده، حاجه تحفه تحفه. ده طبعا البطاطا. اللبن اهوت اللي هنعمل بيه البشاميل، والدقيق طبعا، اللبن والدقيق هما ايه اللي هنعمل بيهم البشاميل. طب وايه كمان؟ والمانجا، هي صوص المانجا انا عامله لك بيوريه مانجا كده مخليها تقيل زي ما حضراتكم شايفين عشان يبقى حلو في الوصفه والصينيه. وهنبدا مع بعض البشاميل اللي هنروح على البوتاجاز على طول، وهنبدا مع بعض ونشوف الوصفه. بصوا بقى يا حبايبي، احنا قلنا ايه، قطعنا البطاطا حلقات زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعمل ايه؟ هنحط الحلقات البطاطا ديت في الصينيه، تمام كده، وهنروح نعمل البشاميل مع بعض على البوتاجاز. طب في حاجه كويسه جدا، تكايه حلوه كده او حاجه مختلفه هنوريها لكم ازاي تعملوها وانتوا بتعملوا البشاميل. دلوقتي انا حطيت في البطاطا دي وانا بقطعها 5 معالق سكر، او حتى انا بحب الحاجه مسكره انا واولادي، فانا حطيت 5، في بيحط معلقتين او 3، انا حطيت 5. تمام. البطاطا بقى نزلت ميه اهي، الميه الحلوه المسكره الجميله دي. برده كنت انا عملت معاكم قبل كده القرع وايه، وحطيت له خدت الميه بتاعت القرع، فهي نفس الموضوع. البطاطا الميه اللي نازله الجميله دي من البطاطا مش هنرميها. ازاي؟ بحيث انا هحط شويه لبن للبشاميل، مش احنا بنحط لبن ولو احتاجنا بنكمل بميه، فبدل ما اكمل بميه من الحنفيه هاخد ايه الميه بتاعت ايه البطاطا المسكره. طبعا واخده طعم البطاطا اولا، تاني حاجه مسكره، كلها نشويات وجميله ومغذيه ومفيده جدا جدا. وهنعمل بقى بالايه بالميه اللي نازله من سليق البطاطا اللي احنا سلقينها دي بالسكر بتاعها، هنكمل بيها البشاميل. وهنرص بقى الايه البطاطا دي في الصينيه، هرصها رصه حلوه كده وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هنحط مع بعض البطاطا في الصينيه كده زي ما حضراتكم شايفين. مش هناخدها واحده واحده عشان ما تنهرسش مننا وتعجن مننا، لانها مش هنهرسها اساسا. احنا هننزل واحده واحده كده بالتدريج كده كده كده. بصوا، بحيث ايه تنزل في الصينيه حلقات مدوره زي ما هي. ماشي تمام. هناخد الوحدايه اللي وقعت دي. بصوا الجمال، بصوا شكل البطاطا جميل ازاي. ناخد دي كده بايدينا كده ونحطها كده، تبقى عايزينها حلقات مدوره زي ما هي، وصوص البشاميل يدخل جواها. ما احناش هنهرسها ولا حاجه. كونك ان انت بتهرسي البطاطا وبعدين تحطي البشاميل او صوص المانجا او اي طبقه انت عايزه تحطيها، يبقى انت كده بتعملي عازل، كتمتي كده البطاطا وخليتي طبقه تانية. طب ما احنا عايزين الحاجه تشرب من الصوص بتاعها كده وتبقى جميله. هنجيب معلقه ثانيه واحده كده يا حبايبي. احنا بقى عملنا اول خطوه مع بعض كده زي ما حضراتكم شفتوا كده. ماشي تمام. هنروح بقى الحله دي هنعمل فيها ايه، هنشطفها شطفه كده ونعمل فيها البشاميل. بصوا بقى يا حبايبي، جبنا ايه الحله كده زي ما حضراتكم شايفين، تمام كده، وحطينا فيها ايه مكعبين زبده حلوين كده. احنا عايزين طعم البشاميل يبقى متطعم بطعم الزبده لان هي حاجه حلوه. طبعا هنحط زبده، وهنحط كمان، انتوا معايا كده، معلش اظبط الكاميرا شويه،
وهنحط كمان شويه، يعني حطينا مكعبين زبده كبار كده زي ما حضراتكم شايفين، زبده بلدي يعني المتواجد، لو ما فيش زبده ماشي سمنه عاديه بس، او سمنه او زبده صفرا تبقى حلوه برده، يعني الزبده الصفراء او البلدي افضل يعني من السمنه العاديه. تمام. وهنحط ايه بقى شويه زيت كده ابيض برده عشان يخلي انا بحب احط الزيت مع الزبده عشان اولا الزبده ما تتحرقش، تاني حاجه الزيت خفيف، يعني ايه الزبده تبقى دسمه قوي فالزيت خفيف، ما بخليهاش كلها زبده، بحب احط في اي اكل زبده مع الزيت، مع الزيت احب احط زيت ايه بيخلي الاكل خفيف كده وحلو. تمام كده ادينا حطينا الزبده والزيت. اما الزبده تسيح كده هنحط الدقيق بقى دولت، هي بتحطي يعني الوصفه الاساس 6 معالق، 6 معالق دقيق. انا بحب اكتر في البشاميل برضو، صوص البشاميل بحب اما بعمل وصفه اخدمها كده واكتر الحاجه واخليها مظبوطه تديكي طعم حلو وحاجه حلوه، فانا هكتر البشاميل شويه، حطيت 8 معالق دقيق، والبشاميل والسمنه اهي ساحت زي ما حضراتكم شايفين. هتسيحي ايه لما تسيح خالص هنحط الدقيق، هنحط الدقيق وخلاص، ايه كله مره واحده في حته زبده صغيره هتسيح مع التقليب وخلاص عادي مش مشكله، كله هيسيح مع بعضه. اهم حاجه الزيت لما الدقيق يستوي وتشم ريحته استوى عشان ما يبقاش ناي. بصوا شايفين الدقيق ناشف اهو، بعد ما انا حطيت الزبده حسيت ان الدقيق ناشف شويه، يبقى عايز شويه زيت كمان او زبده، عايز ماده دهنيه كمان، حطيت شويه كمان اهو بحيث هيديك الطبقه اللي ايه الزيت شارب السمنه. هنقلب طبعا زي ما بنعمل البشاميل العادي للمكرونه، تمام، بس دوت حلو، يعني هو ايه اكنك بتعملي مكرونه بشاميل، بتحطي الزبده والزيت والدقيق واللبن كل حاجه. هناك بقى بنحط شويه ملح والتوابل بتاعه البشاميل زي ما احنا بنحط، لا دي بقى هتحطي سكر، المختلف ان في الاخر خالص هتحطي سكر، يبقى ايه وفانيليا، يبقى الوصفه مختلفه في الاخر ان انت هتحطي سكر وفانيليا. بصوا بقى يا حبايبي بعد ما الزيت ايه احمر، بصوا السمنه قصدي الدقيق قصدي احمر، معلش انا اسفه، بعد ما الدقيق احمر كده واداني اللون الجميل كده يبقى استوى عشان ما يبقاش ني ولا جامد، هروح حاطين اللبن ايه حبه حبه بالراحه كده، ولما يتكتل معانا نحط كمان ايه، بصوا اهو نحط شويه، يعني ايه عايزين نشيل المعلقه دي خالص ونجيب بقى ايه، الافضل ان احنا نجيب طالما المضرب هيسهل معانا الدنيا احسن، المضرب ده تمام كده. هنحط ايه كمان شويه لبن، بس نستكفى كده باللبن عشان نكمل بقى بايه بصوص حاجه سخنه. الصوص بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، الحله اللي احنا سلقنا فيها البطاطا عملنا فيها البشاميل والصينيه بقى عشان ما نوسخش حلل كتير ولا مواعين كتير، هي واحده. بصوا صوص البطاطا جميل ازاي، هنحط منه كده، وهنجيب ايه معلقه فانيليا سايله او كيس فانيليا بودره عادي. هنحط بقى السكر، دلوقتي جت مرحله ايه السكر، هنحط السكر اهو بسم الله ما شاء الله، حطينا السكر ونحط كمان شويه ايه صوص اللي هو نازل من سليق البطاطا اهو عشان يدوب بقى في السكر. تمام احنا كده ماشيين صح 100%. نعمل بقى حاجات حلوه كده بعد ما الجو يسقع كده، بص حاجات حلوه تدفينا كده تبقى جميله، هتشوفوا ان شاء الله رب العالمين الوصفه اللي هي تعتبر اختراع زي ما قلت لكم. بصوا حته قشر البطاطا معلش نشيلها، بصوا الصوص اهو، طبعا الصوص انا حطيت ميه البطاطا كلها، يعني ايه حاجه بسيطه خالص مش مشكله بقى شويه الاخرانيين دول هنكمل بلبن، انا ما حطيتش اللبن كله في الاول الا لما اشوف عشان استفاد بالميه بتاعت الايه، هو ده كيلو لبن هحط تاني لبن عشان انا بحبها ايه خفيفه كريمي، يعني هي ممكن تاخد الكيلو لبن كله مع صوص البطاطا. تمام بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، هنحط دول كمان وكده البشاميل هيبقى جاهز معانا ان شاء الله رب العالمين. لما نديله تقليبه كده بقى هيبقى كريمي كده ويبقى جاهز معانا. احنا مش عايزينه تقيل خالص، احنا بنحب برضو حتى المكرونه البشاميل نفسها لما باجي اعملها ما بحبش البشاميل تقيل، بحبه سايح كده بيبقى جميل، يبقى الصوص الابيض ايه سايح كده وجميل وطعمه زي العسل. تمام كده شايفين الدرجه دي، انا هحط كمان يا بصوا انا حطيت لبن وحطيت
ممكن يحتاج شويه ميه كمان، عشان انا مع ان كان في ميه كمان من صوص البطاطا، بس انا ايه يعني حطيتها بقى ما استعملتهاش. لو كانت موجوده كان يبقى افضل بدل ما ازود ميه. بصوا بقى يا حبايبي، ركزوا معايا في الخطوه الجايه دي مهمه جدا. هنعمل ايه بقى؟ طبعا هنراجع مع بعض. احنا كنا بنحط الاول ايه البطاطا وبنحط عليها البشاميل. طب احنا عندنا مانجا دلوقتي. في سؤال ان احنا ايه هنعمل ايه بقى؟ ما انا بقول لكم هي اختراع. هي لو هي بطاطا بالمانجا هحط المانجا على البطاطا واحطها في الفرن تاخد وش كده تحمر بسيطه وخلاص. طب انا كنت بعمل بطاطا بالبشاميل، بحط البطاطا على البشاميل. طب انا دلوقتي عايزه اجمع بالاثنين، هحط نهي الاول؟ يعني السؤال ده انا برضو بساله لنفسي. فانا قلت اعمل حاجه جميله جدا انا توصلت لها، ان انا احط مانجا على البطاطا بحيث تاخد الطعم. ماشي تمام الاول، والبشاميل هيبقى على الوش. طب كده تبقى كأنها بطاطا بالبشاميل بس، والمانجا في النص ادتنا الطعم وخلاص اللي انا محتاجاه. ادي كده حطيت المانجا. الشويه دول بقى هنحطهم على الوش، هيدونا ايه لون كده يعني شكل جميل احلى واحلى. وهنشوف الكلام الحلو ده ازاي. احنا بقى قلنا البشاميل اللي شايفينه حضراتكم اهو ندينا الايه الدرجه الجميله الخفيفه. هنشيل بقى المضرب ده اهو نحطه كده، هنخلي المعلقه هي اللي جنبنا، وهنحط لحد ما الصينيه تقول لنا ايه كفايه كده يا جماعه انا مش عايزه تاني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا الله اكبر، الله بصوا الجمال. بصوا الصوره ايه من الجمال والشكل والحلويات والتكات. بسم الله ما شاء الله. عايزه تتاكل نيه كده قبل ما تدخل الفرن من حلاوتها وجمالها. ايه الجمال ده اهوت يا شيف سحر. حاجات جميله جدا جدا جدا. شفتوا اهو؟ بصوا البشاميل جه زياده اهو زي ما انا قلت لكم. مش مشكله، مش هيفرق. مفيش حاجه عندنا بتخسر، كل حاجه ليها استعمالات اخرى زي ما بيقولوا. اهي هخلي الباقي في الحله كده وهنزله كده اهوت من في الحله عشان ما هقدرش منه كتير. وربع البشاميل بالظبط زي ما انا قلت لكم، خدت 3/4 وربع الحله اهوت. هخليه هحطه في كيس من اكياس التلاجة العاديه واحطه. طب انا عملت كده المنظر الجميل ده، هعمل ايه بقى؟ عايزين بقى ايه وكأننا بقى ايه شيفات محترفات كده وبنعمل حاجات حلوه. هنعمل ايه؟ هنجيب المانجا ونحطها في الكيس اللي حضراتكم شايفينه ده عشان نعمل شويه تكات كده بقى وايه لزوم الشغل. تمام. هنجيب المقص قصيناها بالمقص ماشي تمام كده. وهنعمل ايه؟ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل بقى ايه خطوه اختياريه. بصوا بقى هنعمل خطوه جميله جدا. ايه نزين بقى الدنيا كده ونخلينا ايه هنعمل حاجه حلوه بقى ايه على يعني على اصولها زي ما بيقول. جبت بقيه الصوص المانجا اللي اتفضل زي عشان انا حطيت شويه، جبنا الصوص الباقي. وهنعمل ايه يعني اشكال كده هندوب بالصينيه كده تدينا شكل جميل رايح جاي كده، وتدي طعم كمان يعني شكل حلو وطعم مش شكل بس. طبعا الصوص المانجا تحت في النص والبشاميل على الوش والايه والمانجا اللي انا عاملاها مع حضراتكم دي اهي. خليها رايح جاي كده بس. احنا مش عايزين نداري الصوص الابيض برضو، خليها شويه كده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بصوا بقى الصينيه بقت بالشكل الجميل كده. هنحطها بقى في الفرن ولما تطلع من الفرن هنشوف مع بعض بقى شكلها عامل ازاي. ماشي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، قطعت قطعه كده من البطاطا. بصوا شكلها جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا وهنا في صوص مانجا كده جميل جميل، تاكليه كريمي كده كانك بتاكلي يعني حاجه حلوه خالص غير البطاطا، يعني حاجه طعمها جميل جدا. ولا تقولي يعني ودت البطاطا دي في حته تانية خالص، خلتها تاكلي حاجه حلوه. حاجه يعني ممكن تشتري قطعه البطاطا الطبق الحلو دوت الحلويات ايا كان بقى، ما هو ما بقاش بطاطا ده بقى حاجه جميله ليه مسميات تانية بقى. انت لما تروحي تاكلي حاجه حلوه كده في اي محل القطعه دي بس هتبقى بالشيء الفلاني، مع انك ما كلفتيش كتير ولا عملتي حاجه كتيره. ده البطاطا وعملتي البشاميل العادي وكان عندك مانجا عادي عملتي حته. فبصوا ندوق بقى مع بعض ونشوف الحاجات الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله. بصوا كريميه كده وجميله، عايزه اقول لكم تحفه تحفه يعني. بسم الله ما شاء الله، ولا اروع من الجمال كده. مفيش تاني، مفيش احلى من كده.
عايزه اقول لكم بقى ما تنسونيش في لايك جميل كده، واهم حاجه الاشتراك، تدوسي على كلمه اشتراك، الكلمه اللي هي كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو في قناه ام التوأم سحر ريحان. واشوفكم ان شاء الله رب العالمين في فيديو جديد، وصفات احلى واحلى تنال اعجابكم باذن الله. ومع الف سلامه. مع السلامه يا احلى المتابعين في الدنيا.